السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناتي مطبخنا ديال بلوزير. اليوم واحد الكيكه مذاقا وشكلا مميزا، كتجي بنينه، كتجي هشيشه، والشكل ديالها كيجي غزال، كيجي زوين، وانا متاكده غادي تعجب لكم الا جربتوها. من الكيكات المميزات لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها. غادي نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. كما كتشوفوا في الفيديو هنايا خديت اللوز وكنقسمو على جوج. اللي تهرست ليا كنحطها في الانيه واحده اخرى، لانني غادي نحتاج عاد اللوز مهرمش. على الاول نقسمو اللوز ديالنا على جوج. اللي تهرست ليا غادي نحطها في بلاصه اخرى، لاني غادي نحتاج اللوز مهرمش. هنايا ما نحمرو ما والو، نخليه هكذاك. هنايا درت 80 غرام ديال اللوز اللي غنسبقو في الاول في الصينيه، لا المهرمش ولا هذيك اللي قسمتو على جوج. 80 غرام. من بعد ما نقسم اللوزه ديالي على جوج، غادي ناخذ المول اللي غندير فيه الكيكه. دهنته مزيان بالزبده، كثروا شويه الزبده باش يلصق عليها اللوز. غتشوفوا دابا كيفاش غنستف اللوز في الصينيه. هذاك اللوز اللي قسمته على جوج هو اللي غنستفو الاول في الصينيه، ما حمرتوش، خليته هكذاك. قلت لكم غير كثروا شويه ديال الزبده باش يلصق لكم عليه اللوز. صافي غادي نبداو نستفوا على هذا الشكل. شحال ما قربتوا اللوز شحال ما كيجي الشكل ديال الكيكه زوين من الفوق. صافي ونبقى نستف على هذا الشكل. كما كتشوفوا درت الدوره الاولى والثانيه والثالثه، وفي الوسط درت بحال الشكل ديال الورده. كما كتشوفوا بقى ليا شويه ديال اللوز اللي قسمته على جوج، غنضيفو على الاخر، وغادي نزيدو عاد شويه لان 80 غرام احتاجت ليا هنايا للصينيه. دابا غادي نهرمشو هذاك المهرمش، غادي نضيفو عاوتاني من الفوق على اللوز اللي استفناه. المهم هنايا الصينيه او المول ديال الكيكه خدا ليا 80 غرام ديال اللوز. غادي نحاول ندير حتى على الجوانب. صافي غادي نخلي المول جانبا، وغادي ندوز نعطيكم المقادير ديال الكيكه. غادي ناخذ 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، وغنضيفوا السكر 150 غرام ديال السكر، وشويه ديال الملحه، والسكر الفاني 8 غرام. غادي نحاول نضربهم مزيان بالضرب الكهربائي حتى يطلع لنا البيض ويولي اللون ديالو فاتح. كيولي البيض على هذا الشكل. دابا غنضيفوا الحليب. عندي 200 ملي ديال الحليب بحراره المطبخ، وغادي نبداو نخلطوا غير بشويه. ممكن هنايا تستعملوا الضرب اليدوي. دابا غنضيفوا 150 ملي ديال الزيت. غادي نبداو نخلطوا غير بشويه. كي قلت لكم ممكن تستعملوا هنايا الضرب اليدوي. دابا غنضيف الخليط ديالي اللوز مهرمش محمر. هنايا اللوز اللي غنضيفو للكيكه حمرته شويه وهرمشته. عندي هنايا 100 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش. ممكن ديروا اقل، ممكن ديروا غير 80 غرام في الكيكه ديالكم. انا درت 100 غرام. غادي نبداو نخلطوا عاوتاني بشويه. كي قلت لكم ممكن تستعملوا الضرب اليدوي. وغنضيفوا قشره ديال حامضه، ولكن ما نضيفوها حامضه كامله، غير شويه، لان الحامض واللوز صحاب. انا كنقول الحامض واللوز صحاب كيواتيو بعضياتهم. غادي ندير غير شويه وصافي. ما بغيتش يجي في الكيكه المذاق ديال الحامض، يعني ما يجيش فيها بزاف ديال المذاق ديال الحامض، لان بغيت غير يجي واحد المذاق بين اللوز والحامض، يعطي واحد المذاق زوين. غنوري لكم درت غير شويه. هذاك الحامض غير الدوره ديالو غنوري لكم من الجوانب، راه كاينه عاد القشره غير داك الدوره. صافي وغادي نبداو نخلطوا مره اخرى غير بشويه. من بعد غادي نضيفوا الدقيق وخميره الحلويات. هنايا غنضيف 230 غرام ديال الدقيق، وغنضيف 16 غرام ديال خميره الحلويات، وغادي نغربلهم.
راني ضفت حتى خميرة الحلويات راها كتبان، كتشوفوا اللون ديال الخميرة الحلويات كيكون يعني ناصع، كنقولوا بياض ناصع، كيبان اللون ديال خميرة الحلويات. صافي غادي نغربلو وغادي نبداو نخلطو مرة أخرى غير بشوية. الفران قبل ما نبدا ندير الحلوى سخنت الفران على 160 درجة. صافي دابا غادي ناخد المول اللي كنا ستفنا فيه داك اللوز ودرنا فيه اللوز المهرمش، غنضيف ليه الخليط. وندخلو الكيكه ديالنا للفران كي قلت لكم سخنتو على 160 درجه الفوق والتحت. كنخلي ديما الكيكه نص ساعه، من بعد كنفقدها نشوف واش طابت، كندير فيها شي عود. ممكن تاخذ لكم حتى 40 دقيقه، انا خدت ليا حتى 40 دقيقه، ولكن كل وحده والفران ديالها. صافي خرجت الكيكه ديالي من الفران، غادي نحل داك المول داك الاطار. غنقرب لكم كيفاش كيجيو الجوانب، مازال عاد سخونه، ما خليتهاش تبرد بزاف، مازال عاد سخونه شويه. كيجي داك اللوز مع الجوانب المهرمش. دابا غادي ناخد الطبسيل اللي غنقدم فيه الكيكه ديالي، غنقلب فيه الكيكه. كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، هذا هو الشكل ديالها. الصراحه كيجي الشكل ديالها زوين، والمذاق احسن عاد من الشكل. صافي دابا كما كتشوفوا غادي ندهنها من الفوق بالكونفيتير. انا درت شويه الكونفيتير ودرت فيها شويه الماء وسخنتها شويه غير يعني تجنس مع داك الماء، وغادي نبدا ندهنها بداك الكونفيتير. انا درت الكونفيتير ديال الفريز، راه ممكن ديروا اي نوعيه ديال الكونفيتير عندكم في الدار. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما دهنتها بالكونفيتير. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، راه واحد الكيكه خطيره كتجي روعه. في الشكل ديالها كي قلت لكم، والمذاق ديالها اكثر. شوفوا الشكل ديالها. ودابا غنوري لكم كيفاش كتجي هشيشه من الداخل وكتجي بنينه بطبيعه الحال. راه واحد الكيكه صراحه كتستحق التجربه. جربوها وغتعرفوا على اش كنهضر. اتمنى تعجب لكم، نتمنى تجربوها. وشكرا مره اخرى مع وصفه جديده، فيديو جديد. مع السلامه.